أسلحة الدمار الشامل التي بحثت عنها الأمم المتحدة في العراق طيلة 17 عاما وصفتها الشخصية المحورية والرئيس السابق لفريق التفتيش الدولي هانز بليكس بالكذبة الكبيرة، موجها انتقادات شديدة لغزو العراق، ومعتبرا أن اعتماد العملية العسكرية على تقرير مزور بوضوح عن استيراد نظام صدام حسين اليورانيوم من النيجر كان فضيحة، خصوصا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تستغرق أكثر من يوم لاكتشاف تزوير الوثيقة وزيف تلك الادعاءات. طلب منا الأمريكيون والبريطانيون فحص مواقع بناء على قناعة لديهم بأن العراق لديه أسلحة دمار شامل، وذهبنا إلى هناك لكننا لم نجد شيئا له علاقة على الإطلاق بتلك الأسلحة، وبدأت واشنطن بغزو العراق على الرغم من عدم عثور المفتشين على أي أسلحة، مطلقة بذلك سنوات من العنف الطائفي والفوضى التي كادت أن تمزق العراق من دون أن تعثر على الأسلحة. بليكس أكد خلال إجابته على أسئلة لجنة التحقيق البريطانية في غزو العراق في جلسة استمرت نحو 3 ساعات إنه حذر في العام 2003 رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ووزير الخارجية الأمريكية السابق كوندوليزا رايس من شن الحرب، وطلب بمزيد من الوقت لإكمال مهمته، ولكن بريطانيا والولايات المتحدة تجاهلتا طلبه وقامتا بالغزو. مع اقتراب موعد الغزو لم يعد الأمريكيون حريصين على عمل فريق التفتيش بسبب دعوتي إلى مزيد من التفتيش، خصوصا أن تقريرنا التالي كان مقررا في نيسان عام 2003 أي بعد موعد الغزو. وكان بليكس قد أعرب عن اعتقاده بأنه لو أتيح لفريق التفتيش الدولي إكمال مهمتهم لكانت أثبتت دون أدنى شك بأن العراق كان يفتقر إلى القدرة على إنتاج أسلحة دمار شامل، وهو ما خلص إليه الأمريكيون والبريطانيون بعد أن احتلوا العراق. بليكس قائد الفريق الذي أوفدته الأمم المتحدة للبحث عن أي أسلحة دمار شامل في العراق منذ تأسيسها عام 99 و900 وألف، يعد أول مواطن غير بريطاني يدلي بشهادته شخصيا أمام لجنة التحقيق التي توشك على الانتهاء من استجواباتها العلنية لتنشر تقريرها قبل نهاية العام الحالي.